السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الاستريبس الاقتصادي. هنعمله بدون تكلفة، مش هيكلفنا حاجة خالص، وكل المكونات بتاعته اللي هنعمل بها التتبيلة موجودة عندنا في كل بيت. يلا بينا نخش الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نخش الفيديو عايزين نصلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. معايا هنا فليه مقطعاه كده صوابع بالشكل ده كده. هنعمله ستريبس اقتصادي. معايا بيضتين ومعلقتين دقيق، معلقة عسل، مكعب مرق، معلقة صغيرة ملح، بابريكا، كركم، فلفل اسمر، توم باودر، وقرفة. هننزل هنا بالبيضتين وهننزل عليهم كمان بالتوابل. هنحط كل المكونات على بعض. معلقة عسل، لو ما عندكيش عسل ممكن تبدلها بمعلقة سكر برضو علشان تبقى اقتصادية، ومعلقة خل، وهنضربهم كويس كده مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين دقيق، ولا هحط لبن ولا هحط زبادي ولا اي حاجة، وهيطلع تحفة وجميل جدا. وهنقلبهم كده كويس، وبعد كده هبدأ انزل عليهم بالمية واحدة واحدة. المية هنا بدل اللبن والدقيق بدل الزبادي. الحاجة الوحيدة البيض هي اللي هي ممكن تكون مكلفة شوية، بس علشان خاطر برضو ما نبقاش يعني منعين القيمة الغذائية خالص. بصوا اهو. ممكن كمان على فكرة ما تحطيش البيض، ممكن تعمل العجينة دي من غير البيض، بس اللي عنده بيض يحط. هنقلبها كويس جدا بالتتبيلة ونخليها تشرب خالص من التتبيلة بالشكل ده كده، وهنغلفها كويس جدا. عايزه اقولك بقى، لو عايزه تعملي التتبيله دي ويطلع البانيه بتاعك طعمه حلو وجميل جدا، اعمليها من بالليل لحد تاني يوم ما تستعمليها، او من اول اليوم لحد وقت الغدا اللي انت هتعمليها فيه او العشاء على حسب ما انت ما هتستخدميه. انا بقى الوقت هغطيها بالاسترتش راب كده، واحطها في التلاجة لتاني يوم علشان تشرب من التتبيله ويبقى طعمها حلو. انتي كمان اعمليها بالطريقة دي، هتلاقيها طلعت طعمها احلى وطعمها جميل جدا. هنعمل بقى الخلطة السرية بتاعتنا اللي برضو مش مكلفة. هنجيب كوبايتين دقيق، وهنحط نفس التوابل اللي احنا حطيناها في الخلطة هنحطها على الدقيق. بس انا كنت نسيت في الخلطة معلقة توابل فراخ، فهحطها هنا على الدقيق. هنحط توابل فراخ وهنحط كركم وهنحط بابريكا وفلفل اسمر وتوم باودر وملح، وكيسين دجاج فوري من دي، علشان برضو يديلها طعم الفيجيتار وما يكونش ان احنا كده مختلفين خالص. هنقلب كل التوابل دي اللي احنا حطيناها على الدقيق كويس، وهنبدأ بقى نتبل الاستريبس بتاعنا، الاستريبس الاقتصادي بتاعنا. عايزه اقول لكم كمان هيبقى شكله زي بتاع المحلات بالظبط. الكرمشه اللي بتبقى بنجيبه من كنتاكي او من اي مكان بره، بتحس ان في كرمشه، تحس ان هو مكرمش كده ومنعكش كده. هنعملها دلوقتي وهقول لكم هما بيعملوها ازاي. احنا هنا هنتبله مرتين. اول مره التتبيله العاديه خالص اللي هي بتبقى بالدقيق، تاني مره هتشوفوها دلوقتي معانا بنتبله تتبيله. بصوا بالشكل ده كده اهو. كلنا لازم نقتصد ونوفر ونظبط عيشتنا ونظبط حياتنا علشان خاطر الدنيا تمشي في الوقت اللي احنا فيه دوت دروس ومدارس لازم نقتصد ونوفر شوية علشان خاطر البيت يمشي والدنيا تمشي. ما تحرميش نفسك واعملي كل اللي انت عايزاه، بس بأسلوب وتفكير. فكري ورتبي حاجتك، هتطلع ان شاء الله كويسة معاكي وهتعجب افراد اسرتك ان شاء الله. طبعا انا هكمل باقي الكمية كلها بنفس الطريقة، وهنرجع نعمل الخطوة التانية مع بعض.
بالشكل ده كده بشبعها كده بالخلطة اللي انا عملتها. وبعد كده في خطوة تانية هي دي اللي بتخليها بقى فيها الفنكشة والنعكشة اللي هي بنجيبها من كنتاكي او من اي محلات بره. انا كده خلصت كل الكمية بتاعتي بالشكل ده اهي، كلها عملتها. هنعمل ايه تاني؟ باقي الخلطة اللي اتفضلت من التتبيلة حطيت عليها مية. المفروض ان المية دي يتحط فيها مكعبين تلج، بس انا الصراحة التلج ما كانش متوفر عندي فحطيت لها مية من الفلتر عادي. والباقي الدقيق اللي هو عليه التوابل زي ما هو. هنزل هنا بقطعة قطعة من الاستريبس في المية دي اللي فيها التوابل، وهبدأ اتبلها مرة كمان، بس المرة دي بقى انا هعملها بطريقة عشوائية. هفنكشها كده وانعكشها علشان خاطر تديني الشكل اللي هو اللي احنا بنجيبه من بره، اللي الاولاد بيبقوا هيتجننوا عليه كده، عايزين كنتاكي عايزين كنتاكي. فانا هنا هعملها وهتشوفوها دلوقتي. بصوا اهي النعكشة العشوائي دي، هي دي اللي هي نفس الطريقة، هي دي نفس الطريقة بتاعت المحلات لما بيعملوها اهي. هنزل كده بقى في المية وهرجع انزل بيها تاني في الدقيق. طبعا انا مش هقلي كمية الاستريبس دي كلها خالص، انا هعمل جزء وهشيل جزء تاني في الفريزر لاي وقت هعوزه. انا كده خلاص خلصت كمية الاستريبس بتاعتي، خدت نص اللي انا هقليه دلوقتي والنص التاني هشيله في الفريزر لاي وقت واي ظرف. انا مثلا كنت في مشوار وراجعه متاخره ومش فاضيه اعمل اكل، هقوم شاده الطبق من الفريزر وهقليه على طول. الاولاد محتاجين عشاء وعايزين يغيروا، بدل ما يجيبوا عشاء من بره هطلعه لهم. اي وقت هتحتاجيه هتلاقيه. عودي نفسك لو جبتي وراك وهتعمليها هاتي بزيادة تبليها وحطها في الفريزر، مش لازم تكوني جايبة يوم مخصوص ان انتي دي الحاجات اللي هتشيليها في الفريزر، لا اعملي كده. حتى الفاكهة هاتي، لو بتجيبي كيلو هاتي كيلو ونص، خدوا الكيلو وشيلوا النص في الفريزر في اي وقت هتعوزي. كيس فراولة، كيس جوافة، جبتي الرمان وزودي وعصري الوقت ده وقت الرمان، هاتي وخزني واعملي الرمان فيه فوائد كويسة جدا. هتلاقي نفسك ظبطت بيتك والدنيا بقت ماشيه تمام وبيتك بقى عمران بالخير. يا رب دايما عمران بالخير يا رب. هبدأ بقى انا هنا هقلي كميه الاستريبس اللي انا عملتها، وكده خلاص بقت بالشكل الجميل التحفه ده. وكمان جبنه كاتشب، وكنت عامله جنبها مكرونه محمره، بس قلت يعني ايه انا هقدم لكم كده كده، انتوا شفتوا قبل كده انا بعمل المكرونه المحمره ازاي. بصوا لسه سخن مطلعه حالا، بصوا الدخان طالع منه ازاي. طعمه جميل جدا وطريقته بسيطه واقتصادي زي ما قلت لكم. لو عجبكم الفيديو النهارده اضغطوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه اول مره يشوفني يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد بننزله. في واحده كاتشب وقعت، ملهاش نصيب بقى تطلع في الفيديو معانا. يلا يا حبايب قلبي، اشوفكم على خير، استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.